سلام. راه ما يمكنش على ماتش، ما يمكنش على ريتم باش غاديين. راه الا شفتي هاد النتيجه بلا توقيت راه نحلف عليك الا تصحاب لك هي البرولونغاسيون. وراه حتى واحد ما قال الله ينعس الشيطان، راه رجع اللور نحافظ به على النتيجه. سواء هذيك الفرقه تقدمت في النتيجه ولا جابت التعادليه كاع. لا والو الشريف، اللي عنده شي انتدابات يبانوا عليه، واللي عنده شي تاكتيك يبان عليه، واللي عنده شي منسوب بدني يبان عليه. 5 البيوت هي في الميطه الاولى و9 البيوت في الماتش كامل. كنعرفوا واحد الفرقه 9 البيوت ماركاتهم فاقله في سيزون كامله في الشامبيونز ليغ. غير هو المشكله راه جابت الشامبيونز ليغ. ما علينا ما علينا. المهم الا رديتي البال الصاد واحد القضيه اللي ما طولاتش في الماتش، وهو كومباني حاول يدير بريسينغ ان كونتر ان في الاول الماتش. اش دار لي عمي انريكي؟ فك ليه داك الضغط بحركه بسيطه، واللي كان السارود ديالها هو ديزيري دوي. خلاه ببساطه يتحرك بالعرض سواء من اليمين لليسار ولا العكس. وهنا ديفيز راه ما يقدرش يقطع هذيك المسافه كلها، والا راه غيخلي بلاصتو ويبان لك هذاك الفدا اللي ما شراش لك جدك فاش كان بدرهم المترو. هذيك المساحه المرعبه كان غيخليها وغيخلي الاشرف حكيمي يدير ما بغى اكثر ما دار اصلا اليوم. وبالتالي دوي اصبح هو اللاعب الحر اللي كيستلم بين الخطوط بلا حتى رقابه، وإنريكي عرف يتفوق به مركزيا. وكي قلت لك خلاه يكون هو السارود ديالو في الثلث الاخير في التيران. وهذه الفكره راه خلات على الاقل باريس سان جيرمان تقدم هجوميا وتجيب على الاقل التعادل ديالها. انا بصراحه راه عييت كل فيديو نبدا تنقول هذا راه بين احسن الماتشات اللي دازو في الشامبيونز ليغ. ولكن راه بين احسن الماتشات اللي دازو في الشامبيونز ليغ هذا راه كان خصو يكون في فينال. ولكن للاقدار كلمات اخرى. دابا راه المشكله هو كاع هاد الفراجه وهاد التموليك اللي تفرجتي انت فيه في الكره، كاع هاد المتعه كامله غدا ان شاء الله ولا اليوم ما عرفتش متى غتشوف الفيديو. هادوك جوج عطاشة ديال ارتيتا و سيميوني غيمرضوك شي حاجه سميتها الكره. وإلا سالا واحد لواحد ولا على الاقل جوج لواحد جوج لجوج راه ما قالها حد لحد. ومن هنا للسيمانه الجايه ان شاء الله الروتور ديال هاد الماتش تنقول لكم هذا ما كان وطلع ليا فراسك.